في الفيديو ده هنعرف ازاي تبقى اخصائي تخاطب، سواء جايب مجموع كبير قوي او حتى لو جايب مجموع قليل قوي. لو انت بقى طالب ثانويه عامه او حتى لو انت ولي امر وعندك ابن في ثانويه عامه وحابب تعرف الكليه اللي هتدخله او تخليه اخصائي تخاطب او اخصائي تربيه خاصه، في الفيديو ده اكيد يهمك. حاولوا تسمعوا للنهايه، تعالوا نعرف بالتفصيل ايه اهم الكليات من الاعلى الى الاقل بالترتيب في المجموع، وان شاء الله تابعوا معايا. الفيديو محتاج شويه تركيز. دلوقتي هنبدا نتكلم عن الكليات، بدايه من الكليات الاعلى في المجموع الى الاقل في المجموع. وخلي بالكم ملحوظه مهمه جدا، انا هنا بتكلم على ترتيب الكليات من حيث المجموع وليس من حيث الجوده في التعليم او من حيث الاكثر طلبا في السوق. في اخر الفيديو هقول لكم على الترتيب الاكثر طلبا في السوق من حيث الكليات اللي موجوده اللي انا هقول لكم عليها، لكن في الاول هنتكلم عن الترتيب من حيث المجموع، يعني من زاويه المجموع هنتكلم عنه. واول كليه وهتيجي معانا في المرتبه الاولى هي كليه الطب. ما تتفاجئوش، طبعا في اخصائي تخاطب وفي طبيب تخاطب، وطبيب التخاطب بيبقى خريج كليه طب وبيتخصص اثناء دراسه الدراسات العليا او الماجستير في قسم الانف والاذن والحنجره، تحديدا في مجال او موضوع الرساله بتاعته بتكون في التخاطب وشغل الخاص بالمشاكل النطقيه والكلام واللغه وخلافه من المشاكل الخاصه بالموضوع ده. طبعا معروف ان كليه الطب من اعلى الكليات اللي بتاخد مجموع عالي، تجيب مجموعك يكون 93.7. ملحوظه مهمه جدا، النسب اللي انا بقولها دي بتاعه السنه اللي فاتت اللي هي 2021، اما تنسيق السنه دي لسه ما نزلش، بس عاده بيكون التنسيق يا اما موجب او سالب 5%، يعني بيلعب في الرينج ده، يا اما التنسيق هيعلى لحد يوصل 5% فوق او يقل لحد 5% تحت. فبالتالي انت بتلعب في رينج كام؟ تسعينات وفوق وتحت، ودي كانت اقوى كليه ممكن تخشها وتخليك طبيب تخاطب، ودي موضوع تاني خالص. يبقى دي اول كليه معانا وكانت في المرتبه الاولى وهي كليه الطب. تعالوا نخش على المرتبه الثانيه. وجي معانا في المرتبه الثانيه من الكليات تبعا للمجموع كليه علوم ذوي الاعاقه. وللمعلومات او للمعلومه المهمه اللي لازم تعرفوها، ان الكليه دي موجوده في جامعتين او جامعتين فقط، وهي جامعه بني سويف وجامعه الزقازيق، واعتقد مع مرور الوقت الكليه دي هتنتشر في كل جامعات مصر. المهم ان الكليه دي بتاخد من مجموع في او في القسم الادبي تقريبا في الزقازيق 82.2، اما في جامعه بني سويف 80.2، فتقريبا فرق بين الاثنين 2%. ولكن الميزه الرهيبه جدا في الكليه دي ان اولا هي كليه متخصصه جدا في الموضوع بتاعنا او في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه. ثانيا كمان في ميزه انك ممكن تخشها من ادبي ومن علمي، يعني تقريبا فوارق بسيطه جدا ما بين المجموع ده والمجموع ده. يعني تقريبا لو انت داخلها من علمي هتلاقي فرق في الزقازيق فرق تقريبا 7 او 5% او نص في المية، انا اسف. عندك في بني سويف هتلاقي فرق 1%، فبالتالي انت برضو بتلعب في نفس الرينج الثمانينات، فانت دي حاجه كويسه جدا. اما بقى الكليه نفسها فهي فيها اقسام كتيره جدا وفيها تفاصيل كتيره جدا، تفاصيل كتير جدا، وبتأهلك لسوق العمل عشان تشتغل في مجال التربيه الخاصه او مجال الفئات الخاصه بشكل عام. لو عايز تعرف بقى التفاصيل كلها، انا شارح تقريبا كل حاجه عن الكليه في فيديو منفصل اخر، هسيب لكم اللينك بتاعه هيظهر دلوقتي على الفيديو اثناء الشرح، ممكن تبقى تتفرج عليه لو انت ناوي تخش. وتيجي معانا في المرتبه الثالثه الكليه دي، ودي استثناء لان احنا لسه هنتكلم عن نفس الكليات او الكليات الشبيهه للكليه دي في الاخر شويه. تيجي معانا في المرتبه الثالثه كليه اداب اسكندريه. ليه تحديدا الكليه دي؟ انا هنا تحديدا ما بتكلمش عن كل الاقسام، هنا تحديدا بخش على قسم معين وهو قسم اداب صوتيات. تقريبا ما فيش غير القسم ده غير في اسكندريه في مصر، والقسم ده متخصص جدا في العلوم اللي لها علاقه بالاصوات وبالتخاطب واللغه، فبالتالي من اكتر الاماكن اللي عليها طلب
او من اكتر الاماكن اللي بيطلب خريجي بتوعها هم اداب صوتيات. والكليه دي بتاخد عدد قليل جدا، تقريبا مجموعها بيكون 73% و7 من 10. بس الملحوظه اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها ان الكليه دي بيتعمل لها اختبار، وكمان ليها تنسيق داخلي. يعني بيشرطوا انك تكون جايب مجاميع معينه في بعض المواد في الثانويه العامه عشان تخش القسم. وكمان بيتعمل لك انترفيو تقريبا او اختبار عشان يشوف اذا كان عندك مشاكل في النطق او اللغه، عشان اصلا انت هتكون متخصص في الموضوع. والكلام ده بينطبق على علوم ذوي الاعاقه اللي انا اتكلمت عنها في اللي في المرتبه الثانيه اللي موجوده في الزقازيق وفي بني سويف، بيتعمل لهم اختبارات وبتيجي معانا في المرتبه اداب. ولما نيجي نتكلم عن كليه اداب فاحنا بنتكلم عن قسمين. القسم الاول هو قسم علم النفس، والقسم الثاني وهو قسم علم الاجتماع. الكليه دي فيها قسمين مهمين جدا بيخرجوا اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي. وطبعا الاخصائي النفسي من ضمن مهام شغله ان هو يبقى متخصص في الجزء الخاص بالاطفال، وكذلك الموضوع بينطبق على الاخصائي الاجتماعي. من ضمن شغله او من ضمن مجالات الاخصائي الاجتماعي هو التربيه، او انا اسف الفئات الخاصه او الاشخاص ذوي الاعاقه. طيب اقل مجموع ممكن تدخله الكليه اداب هو 66%، ودي تقريبا جامعه جنوب الوادي. كليه اداب من الكليات اللي ليها تنسيق داخلي برضو. فبرضو لو هتخش قسم علم نفس او قسم علم اجتماع فانت محتاج تعمل تنسيق داخلي وتعرف ان القسم ده بيقبل من مجاميع ايه. هو هنا تحديدا مش قصده مجاميع المجموع الكلي، لا هو قصده هنا بيكون مركز على مواد معينة انك تكون جاي فيها مجموع معين عشان تقبل في القسم ده. ودي ملحوظة مهمة جدا، لو انت قبلت في الكلية فانت محتاج تعرف التنسيق الداخلي بتاعك وتتوجه للكلية عشان تحدد هتخش انهي قسم. معانا في المرتبة الخامسة اللي فضلت مسيطرة على سوق العمل لفترات طويلة كلية تربية. كلية تربية موجود فيها أقسام، ولكن القسم تحديدا اللي أنا بتكلم عنه ويهمنا هنا في الموضوع بتاعنا هو قسم تربية خاصة. قسم تربية خاصة موجود في كليات كتير جدا داخل مصر. وكمان مش بس كده، القسم جواه شعب، يعني بتخش تربية خاصة بتتخصص في مثلا إعاقة عقلية، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، اضطرابات نطق وتخاطب. وأشهر كلية تربية خاصة طبعا كلية تربية جامعة عين شمس. تمام، حلو كده. مجموعة كام بقى؟ مجموعها تقريبا بيكون 63% و7 من 10، ودي في جامعة دمياط. بنصحكم طبعا تخشوها، مجموعها لطيف جدا. لو انت في الافريج في المتوسط مجموعك مش عالي قوي ولا برضو قليل قوي، كلية جميلة. ومعظم اللي مسيطرين على سوق العمل كانوا خارجين كلية تربية، وهي الكلية الأقدم في هذا المجال، هي وكلية آداب صوتيات. ولسه هنتكلم عن الترتيب على طلب سوق العمل في نهاية الكليات التربية. أنا ذكرت إن كلية تربية دمياط 63%. طيب بشكل عام بقى، أصلا في كليات أخرى زي كلية تربية طفولة وكلية تربية طفولة رياض أطفال. الكليتين دول تابعين أو برضو كليات من ضمن كليات التربية. لو جينا نبص على المجاميع بتاعتهم هنلاقي تحديدا، هبص لكم بالظبط على الترتيب، هنلاقي كلية تربية طفولة أسوان 57%. برضو كلية لطيفة جدا وبتخرج منها وممكن تتخصص في نفس الموضوع بتاعنا وهو التربية الخاصة أو الفئات الخاصة. كذلك في تربية رياض أطفال دمياط ومجموعها كبير شوية وهو 68%. فبالتالي انت عندك دلوقتي 3 كليات تربية: كلية تربية عام، وكلية تربية طفولة، وكلية تربية رياض أطفال. ال3 دول فيهم مجالات تقدر تبقى من خلالهم أخصائي خاص بالتربية الخاصة أو بالفئات الخاصة. طيب بيجي معانا بقى في المرتبة السادسة وهي كلية الخدمة، كلية خدمة اجتماعية أو المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية. طبعا خدمة اجتماعية من ضمن الشغل بتاعها وهو من ضمن مجالات الخدمة الاجتماعية وهو مجال الفئات الخاصة أو التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وكمان من ضمن مجالات خدمة الفرد، ده كل ده داخل كلية خدمة اجتماعية. المهم إن كلية خدمة اجتماعية بتاخد أقل تقريبا مجموع أو الحد الأدنى تقريبا 61%، وده تقريبا في كلية خدمة اجتماعية أسوان.
في طبعا معاهد كتيره جدا وكلهم بيلعبوا في رينج 51%، يعني لو نجحت وجبت 1% هتخش خدمه اجتماعيه. دي تقريبا كل الكليات اللي لها علاقه بالمجال، وممكن من خلالها تقدر تخش المجال بتاع التربيه الخاصه او الفئات الخاصه او شغل التخاطب او شغل التعامل مع الاطفال ذوي الاعاقه. دي تقريبا كل الكليات، وكان الترتيب اللي احنا قلناه في الفيديو هو الترتيب الخاص بترتيب المجموع، يعني من اعلى المجموع اللي هو كلية طب وصولا الى اقل مجموع وهو خدمة اجتماعية. تعالوا بقى نتكلم عن الجزء الاهم في الفيديو، وهو الترتيب الاكثر طلبا في سوق العمل. يعني انهي كلية من اللي فاتوا دول بتطلب اكتر في الشغل، جايب مجموع عالي وقدامك كل الخيارات السابقة تختار انهي كلية في اللي فات. طبعا لو انت مجموعك عالي اكيد قطعا مش هتحتاج ان انا اقول لك انك تختار كلية طب. كلية طب ليها استثناء اخر، فانت في النهاية هتبقى طبيب متخصص في التخاطب. خلاص ده اوت كده، واستثنينا كلية طب وعرفنا ومعروفة، يعني مش محتاج ان انا اقول لك. في المرتبة الثانية هيجي معانا كليتين الاكثر طلبا في سوق العمل، كليتين: كليه علوم ذوي الاعاقه وكليه اداب صوتيات، والاثنين بيتحطوا في مرتبه واحده. وكان المسيطر في الوقت السابق من قبل ظهور كليه علوم ذوي الاعاقه، لان الكليه اصلا ظاهره قريب، كان المسيطر اداب صوتيات وكليه التربيه الخاصه في سوق العمل. يبقى لو انت بتفاضل وهتخش كليتين او تخش كليه من الكليات اللي بعد كليه الطب، فانت هتفاضل في المرتبه الاولى ما بين كليه علوم ذوي الاعاقه وكليه اداب صوتيات، والكليتين عليهم طلب كويس جدا داخل وخارج مصر. طيب في المرتبه الثالثه اللي بيجي معانا كليات تربيه بانواعها، سواء بقى كليه تربيه عام او باقسامها بقى، سواء تربيه خاصه او حتى كليه تربيه طفوله او رياض اطفال، برضو مطلوبه جدا. بيجي في المرتبة الرابعة معانا، وقد يسبق أحيانا ترتيب كلية آداب علم نفس تحديدا، ويليها آداب علم اجتماع وعلم وخدمة اجتماعية وكلية خدمة اجتماعية. أحيانا بيسبقوا في الطلب على السفر خارج مصر، أحيانا حسب التخصص. فبالتالي ممكن أقول لو احنا هنستثني الموضوع شوية، نخلي تربية ان هي متخصصة فنخليها في المرتبة الثالثة، ونخلي كلية آداب علم اجتماع، او انا اسف، كلية اداب قسم علم اجتماع وكلية اداب قسم علم نفس وكليات الخدمة الاجتماعية، دول كليات بتجمع تخصصات كتيرة جدا، من ضمنها التخصص بتاع الفئات الخاصة. دي كانت يعني تقريبا الكليات اللي تقدر تبقى موجود من خلالها داخل مصر، من خلال تقريبا اعلى مجموع الى اقل مجموع. وكمان قلت لكم الترتيب اللي من وجهة نظري انا للكليات الاكثر طلبا، واللي ممكن تستفيد من خلالها وتقابل سوق العمل بشكل او بوجه مباشر كده، وانت عارف انت داخل على ايه. اتمنى يكون الفكرة وصلت لكم، واتمنى يكون افدتكم في الفيديو. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في فيديوهات تانية. ولو عندكم فكرة فيديو او موضوع نفسكم اتكلم فيه، يا ريت تعرضوه في التعليقات. اشوفكم في فيديوهات جديدة. سلام.